مرحبا، معكم سيرينا كمان مرة بخبط لزق في حلقتي الجديدة. استنوني بعد الانترو. خبط لزق. الأشغال بمجتمعنا كتيرة، بس إنه فرصة الواحد يلاقي شغل منيح أو مكان عمل منيح كتير قليلة، أو لا مستحيلة. بس ليش فكركم؟ إحنا شعب بحب يشتغل وبحب يلاقي فرص عمل كمان، بس ليش عمالنا بنتعامل بالواسطة؟ يعني الشاب بيكون معاه شهادات وخبرات وكل المواصفات اللي بيحلم فيها أي مدير يلاقي موظف مثل هذا الموظف، بس بكل بساطة بيجي شاب بكرب له ابن عمه، أخوه، ابن خالته، أو أي حدا من قرايبه، وبسلم الوظيفة اللي كان لازم الشاب اللي محتاج الوظيفة أكتر إنه ياخدها. طيب ليش؟ شو بيفرق هاد عن هاد؟ هاد معه خبرات ومعه شهادات، بس هاد ما عنده خبرات. اوكي بيقرب له على راسي وعيني، بس هاد عنده خبرات، هاد راح يفيد الشركة وهذا لا. نصيحة مني، لو انا محل المدير باخد الشاب اللي معه خبرات، مش ابن عمي، مش لحتى ارضي عمي او خالي او حتى خالتي، اضيع شركتي او حتى مؤسستي عشان بس ارضي الناس اللي بتقرب لي. بدك تشتغل؟ اشتغل، ما حد منعك، بس ما في داعي انك تدمر حياة غيرك وتدمر له خبراته وتضيع له كل سنين عمره اللي درسها عشان يحلم انه يطمح انه يشتغل بهذا الشغل. والإشي الأكتر اللي بخليك تنجلط أو حتى إنك تبطل يصير عندك انتماء لشركتك أو لحتى مؤسستك، شاب بغلط بيروح الشاب التاني بيحكي للمدير إنه الشاب هذا عمل هيك 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 هيك، والغلط اللي صار راح يؤدي إنه الشركة تتدمر. بس للأسف مش الشاب اللي غلط بتعاقب، الشاب اللي حكى بتعاقب. ليش فكركو؟ الواحد فينا لما بتوظف بيكون حلمه إنه يتعرف على ناس جديدة، مدراء جديدة، ناس منيحة ومدراء كتير مناح، بس للأسف كل شي بيصير بالعكس. بدنا نكون أفضل، معناته كلنا لازم ندافع عن الإشي اللي بيصير بمؤسساتنا، بشركاتنا، مستشفياتنا، بمدارسنا، كل أماكن العمل اللي عنا، لحتى نكون ناجحين ومتفوقين. وطبعا أنا ما عانيت عن كل الشركات أو المؤسسات أو المستشفيات اللي عنا هون بالوطن، لا، بس الأكترية هيك بيعملوا. أبهاتنا وأمهاتنا بيصيروا يسألوا حالهم ليش أولادنا بدهم يطلعوا يتوظفوا برا أو حتى إنهم يدرسوا برا. ما في عنا أشغال هون، عنا مؤسسات وعنا شركات وعنا كتير فرص عمل. يا ماما ويا بابا بحب أحكي لكم إنه فرص العمل اللي عنا هون كتيرة، بس للأسف وظايفنا والناس اللي بتعاملوا معنا مش زي ما انتوا بتفكروا أو زي ما إحنا بنفكر. فعشان هيك لازم كلنا نغير ونحاول نصير أحسن. موضوعنا هاد كتير ناس طلبوا منا إنه نحكي فيه، لأنه بيواجه في كتير فئات عنا في المجتمع، صغير كبير، طالب جامعة أو حتى كبير بالعمر. فعشان هيك ياريت كلنا نحاول إنه نخفف من هذا الإشي. والعبرة من حلقتنا لليوم، شركاتنا ومؤسساتنا أو حتى مستشفياتنا أو حتى مدارسنا تحاول تاخد موظفينها على شهاداتها وخبراتها وكفاءتها، مش على الواسطة. شكرا لأنكم تابعتوني، ويا ريت تكتبوا لي تعليقاتكم على اليوتيوب مش على الفيسبوك عشان أقدر أرد عليكم عنها، وما تنسوا تعملوا لي لايك وشير سبسكرايب.